اهلا بكم. اليوم جينا نهضر في واحد الموضوع اللي شاد بال الجميع، وربما بزاف ديال الناس غادي يلقاوه مناقض لداكشي اللي مولفين كنسمعوه في القهاوي والجماعات العائليه. غادي نكتشفوا جميع علاش السوق العقار في المغرب هذاك الحصل المانع اللي بزاف الناس كيشوفوه كاستثمار لا يخطئ ممكن يكون مقبل على واحد التصريح عنيف لدرجه الانهيار. واش عارفين باللي هذيك الهضره اللي كنسمعوها ديما العقار ديما طالع راه غلطه تماما من المنظور الاقتصادي ومن منظور اسواق المال. غادي نفهموا الاسباب الحقيقيه وراء الاحتمال من تغيرات السياسه النقديه لبلادنا اللي بدات من 2020 وارتفاع سعر الفائده اللي واصل لمستويات قياسيه. بزاف د المرات كنسمعوا هاد الهضره اللي ولات بحال شي مثل شعبي، العقار ديما طالع ومستحيل يهبط، وكنشوفوا الناس في القهاوي وفي الجزازات العائليه وكلهم متفقين عليها. ولكن اسمحوا لي نقول لكم واحد الحقيقه الصادمه اللي ربما بزاف منكم ما غاديش يبغي يتقبلها. هاد الفكره غلطه تماما من المنظور الاقتصادي ومن منظور اسواق المال. العقار بحال اي حاجه اخرى في الدنيا عنده واحد الدوره اقتصاديه. هذه الدورة كتقدر تبدا مرحلة قصيرة ديال 3 شهور ومرات كتوصل سنوات طويلة، تقدر تكون 5 10 أو حتى 20 عام. هادشي ماشي كلام كنقولوا غير هكاك، هادو دروس تعلمناها من السنين ديال التجربة في أسواق المال. هذا الفهم ديال الدورات الاقتصادية هو اللي كيخليك تشوف السوق بواحد النظرة مختلفة تماما على داكشي اللي كيعلمونا في المدارس أو اللي كنسمعوه في الشارع. كاين مرحلة الأصول كتهبط فيها ومرحلة أخرى كتطلع فيها. الفهم هو المفتاح ماشي الحسابات المعقدة. داكشي علاش ملي كتكون عارف على الدورات كتفهم ان الاستثمار على المدى الطويل ما كيكونش مزيان ديما، كيكون فعال غير فاش كيكون الاتجاه العام صاعد. اما فاش كنوصلوا للقمه وكنبداو في مرحله الهبوط من الافضل تصفي الصفقه ديالك. كنا عايشين في واحد الفتره ديال السلاسه النقديه اللي كانت فيها الفلوس موجوده وسهله، وداكشي علاش الناس كانت كتاخذ الكريديات باش تشري الديال. لكن الامور تبدلات من 2020 والسياسه النقديه ديال المغرب تغيرات بشكل جذري. هذا التغيير اثر على الاقتصاد كامل وبشكل خاص على العقار. ارتفاع سعر الفائده في المغرب كان وصل للقاع ديالو في 2020 ل 1.5%، ولكن من ديك الساعه الامور تبدلات وبدا سعر الفائده كيرتفع. اليوم راه واصل 2.75% وممكن يزيد يطلع او يبقى ثابت لمده طويله. خصنا نعرفوا واحد القاعده مهمه، ملي كيرتفع سعر الفائده الاصول بحال العقار كيتهبط الثمن ديالها. تعويم الدرهم، كاين بزاف ديال الحديث على امكانيه تعويم الدرهم وهذا الشيء كيطرح بقوه عند البنك المركزي. التعويم ديال الدرهم كيكون عنده تاثير كبير وكيساهم في حل ديال الاصول في الدوله. بزاف ديال الناس كيتساهلوا واش هذا التعويم غادي يتزامن مع الرفع ديال سعر الفائده والهبوط ديال العقار. بزاف ديال الناس كيشوفوا ان كثره الطلب هي علامه ايجابيه، ولكن هذا الشيء غلط تماما. في اسواق المال كثره الطلب هي في الحقيقه اشاره خطيره مش على قوه السوق، بل على بدايه الانهيار ديالو. ملي كيوصل الطلب للذروه ديالو هذاك هو الوقت اللي كيبدا فيه الانهيار. هذا الشيء هو اللي كنسميوه البيك، الذروه، ومن بعده كتجي مرحله الهبوط. الاثمنه ديال العقار اليوم مبالغ فيها بزاف وما عندها حتى شي علاقه بالواقع الاقتصادي الحقيقي ديال البلاد. ملي كتسمع شقه في كازا واصله ل 200 مليون سنتيم وكاين اللي واصله 300 مليون، خاص تعرف ان هاد الارقام مبالغ فيها. هادشي كيدل على وجود واحد الفقاعه اللي كتخلي الاسعار تطلع بشكل غير منطقي. ملي كتفرقع هاد الفقاعه الاسعار كترجع للقيمه الحقيقيه ديالها. اجي نهضروا بصراحه، واش هاد الارقام اللي كنسمعوا عليها ديال ثمن السوق في الدار البيضاء اللي كتفوت 200 مليون سنتيم وحتى 300 مليون، واش هاد الشيء معقول؟ واش هاد الارقام عندها شي علاقه بالواقع الاقتصادي ديالنا؟ الجواب وبكل بساطه هو لا. هاد الشيء كيتسمى الفقاعه العقاريه. الفقاعه هي ملي الاسعار كتطلع بشكل خيالي وما منطقيش. كتلقى راسك شاري شقه بثمن غالي بزاف وكتفرح حيت كتقول راه في استثمار وغادي يجيب ليها مدخول، ولكن ملي كتحسبها مزيان كتلقى ان المدخول قليل بزاف مقارنه مع راس المال الكبير اللي حطيتيه. هذا الشيء كيدل على ان الاسعار مبالغ فيها بشكل كبير. المستثمرين الكبار اللي كيفهموا في الاقتصاد ما كيعتبروش الاثمنه فرصه، بالعكس هاد الحيتان الكبار او الكابيتو فلوتون ماشي ناس كيتاثروا بالهضره ديال الشارع، وما كيقلبوا على الفرصه والهمزه فين ما كانت. حتى الا كان خاصهم يبنيو مدينه جديده غيقدروا يبنيوها بنص الثمن اللي كيطالب به المقاول اللي شرات ب70 وبناها ب80 وكيطالب فيها 200. هادشي كيبين للناس اللي فاهمه الاقتصاد مزيان ما كتشوفش الاثمنه الحاليه بفرصه، بل كتشوفها اشاره على ان السوق واصل الذروه ديالو قرب الانهيار. اذا باش نلخصوا هادشي كامل اللي هضرنا عليه، الرؤيه ديال تنميه العقار كتبني على 4 القواعد الاساسيه.
اولا السياسه النقديه الجديده اللي فيها ارتفاع ديال سعر الفايده، وثانيا داكشي اللي جاي لقدام من عرض اللي غادي يكون اكثر من طلب، ثالثا اثمنه ديال اليوم اللي مبالغ فيها بزاف وما عندها حتى شي علاقه بالواقع الحقيقي ديال البلاد، ورابعا سياسه التعويم ديال الدرهم اللي غتكون كامله ومكمله لهذا الشيء كامله مع كثره الطلب اللي بزاف ديال الناس كيشوفوه كفرصه. حنا كرجال تاع اسواق المال كنشوفوا بدايه ديال الانهيار. ودابا قبل ما نسال هذا الفيديو غير بغيت ناكد على واحد النقطه مهمه بزاف. عرفتي اللي قلت ماشي نصيحه استثماريه، هذه مجرد وجهه نظر شخصيه، اعتبرها غلط قبل ما تعتبرها صحيحه. القرار باش تبيع العقار ديالك ولا تشري ولا تحط فيه فلوسك ولا تخرجهم راه مسؤوليتك بوحدك. انا كنشارك معكم هذه الافكار باش نزيدكم معرفه، ولكن ما عندي حتى شي نيه باش نوجهكم استثماريا. الخلاصه هي سير بحث قلب واستشم ناس مختصين وخبراء اللي فاهمين اكثر مني، ومن بعد خذ القرار اللي اتحمل فيه المسؤوليه الكامله ديالك. تحياتي لكم كاملين، ونتلاقاو في فيديو جديد.